بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. مباراة النادي الأهلي النهاردة مع فريق وادي دجلة في الأسبوع ال16 للدوري العام الساعة 5 مساء إن شاء الله على استاد القاهرة. مباراة ولا أصعب، وأقول لك بالتفصيل والأرقام ليه المباراة صعبة بالنسبة للأهلي مع وادي دجلة. تمام. الاهلي لعب الموسم ده 12 مباراة، وادي دجلة لعب 14 مباراة. تمام. الاهلي ترتيبه الثالث ووادي دجلة ترتيبه الرابع، لكن الفريقين بنفس رصيد النقط 23 نقطة، لكن الاهلي فارق عنهم بالاهداف. الاهلي عنده 20 هدف ووادي دجلة عنده 18 هدف. وادي دجلة استقبل 13 هدف، يعني احرز 18 واستقبل 13 هدف في 14 مباراة. يعني الاهلي برضو لاعب اقل مباراتين من وادي دجلة. تمام. طيب، المواجهات المباشرة من الاهلي ووادي دجلة اخر 10 مباريات فوز للاهلي في 8 لقاءات وتعادل في لقاءين. الاهلي في الماتش ده يعني ما قدموش غير الفوز، عشان طبعا النتائج السلبية اللي حاصلة في الدوري زي ما انت عارف، واخر ماتشين تعادل. فالاهلي محتاج الفوز في الماتش دوت، وده برضو من النقط اللي هي مصعبة المباراة ديت في عودة الاهلي للدوري العام. تمام. طيب، استحواذ وادي دجلة في ال 14 مباراة اللي لعبهم في الدوري 56%. الفريق بيلعب على الاستحواذ. تمام. طيب، ركز بقى في اللي جاي دوت. فريق وادي دجلة اتعادل مع بيراميدز 0-0 في أول مباراة للموسم دوت. ضغط بيراميدز واستحوذ 56%، وبيراميدز 44%. تخيل، يعني بيلعب على الاستحواذ. وفاز كمان على الزمالك 2-1، ونفس نسبة الاستحواذ برضه 56%، والزمالك 44%. انا هكلمك عن تفاصيله مع بيراميدز، لان انا شايف ان بيراميدز اقرب فريق بالنسبه للاهلي كتكتيكيا وكان ضباط. انا معرفش، مش هقدر يعني اديك مثال على الزمالك، مع ان كان نفسي ان انا مثلا اديك تفاصيل مباراته مع الزمالك، لكن مش هتبقى دقيقه لان الزمالك غير منضبط تكتيكيا وعنده مشاكل فنيه الموسم ده، فمش هعرف اكلمك عن تفاصيل مباراته مع الزمالك. فانا هكلمك عن تفاصيل مباراته مع بيراميدز. تمام. احنا قلنا استحوذ 56% وادي دجلة، وبيراميدز 44%. تمام. سدد 9 تسديدات على المرمى وبيراميدز 3، كل واحد منهم على المرمى مباشرة، ده واحدة وده واحدة. انا بكلمك ان 9 تسديدات محاولات على المرمى وبيراميدز 3 بس. انت متخيل؟ 9 مقابل 3 لبيراميدز. طيب، اجمالي التمريرات في المباراة بتاعة بيراميدز 400 تمريرة. رقم مرعب قدام فريق زي بيراميدز، 400 تمريرة، وبيراميدز له 318. انت متخيل الفرق؟ التمريرات الدقيقة في مباراته مع بيراميدز 303 تمريرة، وبيراميدز 225 تمريرة. شايف الفرق في الأرقام؟ الموضوع يعني ايه؟ بيوريك ان الفريق ده قدام الفرق الكبيرة ما بيخافش، بيلعب ضغط عالي، بيلعب استحواذ وبيركز. المدير الفني بتاعه مدير فني شاب اسمه محمد الشيخ، ما شاء الله عليه، يعني عامل نتائج هايلة مع الفريق، وترتيبه الرابع ومتساوي مع الاهلي في النقط، لكن الفرق في الاهداف زي ما انا قلت لك، والاهلي اقل ماتشين. فهو عامل نتائج ممتازة بالنسبة ان هو مدير فني مصري صغير في السن، ما بياخدش مرتب زي الناس اللي بتيجي من بره والناس المدربين اللي هم بيلفوا على الأندية دول زي ما انت عارف. ودي أول تجربة ليه كمدير فني وفي الدوري الممتاز مع فريق زي وادي دجلة. فأنا شايف إن الفريق ده فريق ممتاز وفريق صعب جدا. طيب، هكلمك بقى على المميزات اللي موجودة في وادي دجلة. مبدئيا كده الفريق ده بيلعب استحواذ، بيلعب ضغط عالي، بيلعب رميات تماس، تخيل، زي الكورنر، بيجيب منها جوان، بتتقابل برأسيات فبتبقى صعبة جدا، زيها زي الركنيات، رميات التماس بتاعته. خطورته في المرتدات، تمام، والكرات العرضية. ده خطورة وادي دجلة، سواء الكرات العرضية دي قطعية أرضية أو عالية في الناحيتين. دي النقط المميزة فيه. بيلعب على الاستحواذ، بيلعب ضغط عالي، بيلعب
رمات تماس زيها زي الكورنر، العرضيات بتاعته قطعية سواء أرضية أو عالية، بيعرف يتعامل معاها ويسجل منها أهداف. تمام. طيب نلعبه احنا ازاي؟ هقول لك انا نقط الضعف اللي موجودة في وادي دجلة اللي ممكن احنا نلعب عليها. الحارس بتاعه برضه مش احسن حاجة، عشان تبقى انت برضه ايه عارف النقطة دي. الدفاع متهور ومندفع هجوميا، ده الدفاع بتاع وادي دجلة. فدي ميزة بالنسبة لهجوم الأهلي، بالنسبة للسرعات في التلت الأمامي بالنسبة للنادي الأهلي. مرتبك في المرتدات، يعني انت لو عملت عليه مرتدات فانت تلعب على التحولات الهجومية السريعة، دي بتجيب معاهم لأن هما بيرتبكوا بالنسبة للهجوم المرتد اللي بيجي عليهم في التحولات الهجومية. تمام. سهل تاخد منه الكورة التانية، لو كورة مثلا مرفوعة أو ملعوبة أو بتاع، فانت بيبتدوا ايه بقى، هم بيرتبكوا في النقطة دي، سهل جدا تاخد الكرة التانية منه. فانا من هنا بقى بقول لك ان الفريق ده ممكن تلعب عليه بالطريقة ديت، اللي هو تلعب على التحولات الهجومية، وتلعب معاهم برضو ان انت تاخد الكرة التانية، وتلعب معاهم بضغط بطول الملعب. ده اللي ممكن يجيب معاهم نتيجة ان شاء الله. واتمنى التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.